السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم في صاله ديال قميص الجوهره مسدود من الامام بطبيعه الحال، وغنشارك معكم اللي هو ضروري كيفاش تخرجي لكم بالخراط، يعني لكم بالزياده بطريقه ما بيناش كاع تحلفي عليها لما كايناش الخرطه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ونتمنى ان شاء الله تعمل الاستفاده. اول حاجه كنطوي الثوب بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا، كنطوي الثوب على جوج وكنعاودوا نطوي القياس اللي غنخدموا، يعني القياس اللي غنطوي كنشوف القياس اللي غناخذ في الجلايل. مثلا هنايا خديت انا هنا الطويه كما كتشوفوا الثوب طويت على 4، ولكن غير واحد الجهه اللي طويه على 4، يعني طويت على جوج ورجعت طويت القياس اللي غناخذو عرض ديال الجلايل. يعني هنا كنعتمد على العرض ديال الجلايل. خديت 40 سنتيم، غندير لها جوج فتيحات في القميص. 40 سنتيم مع الخياطه مع هذا كتبقى ليا 38 واقفه مزيانه صافي. وغنضرب في الصاله ديالي عادي بهذه الطريقه وبهذه الطويه ديال الثوب. الا تبعتي معايا الفيديو حتى الاخر غيبان لك كيفاش. شي مرات تنقولوا ما قدناش الثوب، ولكن راه تيكفيو تيخرج لنا الكمام بالخرطه وما بيناش. اول حاجه غنهضروا عليها بعدا فاش كنطويو جوهره خصنا نطويو بواحد الطريقه. كما كتشوفوا عندنا جوهره مسطره، خصنا نطويو في وسط السطر بالتساوي، يعني كل سطر سواء الا خدينا السطر اللي فيه سقلي خصنا نطويو في الوسط ديالو مقاده. الا خدينا الطويه جاتنا في وسط الحرير الجهه يعني السامبل، راه خصها تجينا الطويه في الوسط نيشان باش كتجينا الخدمه مقاده، سواء الخدمه ديال السيفه سواء الرنده. يعني كتجينا الشوفه فيها في شي تلبس القميص كيجي زوين بحال التشكيله دابا غتشوفوا اللي كتشوفوا قدامكم في الصوره صافي. وغنبداو العبار ديالنا عادي. اول حاجه كنديروها كنديروا العنق هو الاول. عندنا العنق دائما كناخذوا 8 صافي. هنايا عندي 8 في العنق. بالنسبه للكتاف ناخذ القياس ديال الكتاف بطبيعه الحال مقسوم على جوج، داكشي اللي عطانا كنحطوه تما. عندي هنايا 44 على جوج هي 22 صافي. كنطيح الكتاف هنا ب3 ديال السنتيم. هنا بالنسبه للجوهره كتجينا سهله في الفصاله لان دوك السطوره ديالها كيسهلوا علينا. غندير الخط ديال التركيز بهذه الطريقه صافي. وغادا نبدا العبار ديالي غنطيح 3 سنتيم ديال الكتاف عادي كما كنفصلوا دائما صافي وتنمشي. بالنسبه لديك المراجله اللي عندي في الثوب انا راني هابطه عليها، يعني عارفه الحساب ديالي باش ما تدوخكش. من الاحسن كضربيها بالمقص باش كتحيد وكتهني منها باش ما تجيبكش الديفو صافي. هنا طيحت 3 ديال السنتيم ديال الكتاف وغندوز ندير التركيز ديالي. بالنسبه للتركيز عندي 22 زائد 2 سنتيم. في نفس الوقت هو الخط اللي غناخذ عليه ربع الصدر صافي. هنايا غنقاد التركيز ديالي بطبيعه الحال. غندير الخط اللي غناخذ عليه الربع ديال الصدر. هنايا عندي هذه المسافه هذه كنقسمها على 3 باش الجزء الثالث هو اللي كندير فيه الدوره ديال التركيز صافي. هنايا غندور التركيز بطبيعه الحال غنمشي للقياس ديال الصدر اللي عندي فيه 33. عندي هنايا في الربع 33 صافي. هاكا نكون سالي التركيز ديالي وغنهبط ب 15 سنتيم باش ناخذ خط الحزام، يعني الربع ديال الحزام اللي عندي فيه 32 صافي. غنهبط ب 15 سنتيم ناخذ ربع الارداف. هنا عندي ربع الارداف عندي فيها 35 ونطراسي هنايا 35 صافي. التركيز ديالي هو هذا. دابا مبقى لي الا نلاقي النقاط ديالي، نقطه ربع الصدر والنقطه ديال ربع الحزام والنقطه ديال ربع الارداف، ونمشي على الطول الكلي. بطبيعه الحال القميص عندي هنايا فيه جوج فتيحات، نقطه الصدر مع نقطه الحزام، ونقطه الحزام نلاقيوها مع النقطه ديال الارداف ونمشيو للطول الكلي صافي. وغنمشي للطول الكلي بطبيعه الحال غنخرج ازيرو، يعني غنخرج شوكه. بالنسبه للعرض ديال الجير عندي معبور عندي فيه 40 كتمشي للخياطه كتبقى 38 صافي. هذاك هو القياس ديالي. غنخرج للجهه اللي غناخذ فيها الفتحه صافي. كنمشي بهذا الخط مائل اللي كنلاقي فيه النقطه ديال الارداف مع جلايل صافي. هنايا دابا ما بقى ليا الا نقطع. بالنسبه للعنق كنهبط بجوج سنتيم لان عندي الامام والخلف. ملي نعزل الامام على الخلف ديك الساعه ندخل التعديلات ديالي اللي غيخصوا الامام وغنقطع صافي. غنتاكد من الثوب ديالي كيفاش مطوي مزيان مقاد.
كما قلت لكم جايني طويه في النص ديال السطر ديال السقل اللي هنايا فين جاتني، باش تجيني الخدمه في الوسط تجيني مزيانه ومتقونه، تجي فيها الشوفه زوينه. صافي وغادا ندوز نقطع. صافي كنوصل حتى لبلاصه الفتحه وكنهبط مقاده مع الثوب هنا باش كتجيني الفتحه متوازيه وكيجي فيها واحد الديكور زوين، كتجي مقاده. صافي هنايا غنفرق لان كنت طويه الثوب على جوج كما شفتوا، كنت طويه على 4. دابا غادي نفرق ديك الجهه اللي مسدوده باش كنعزل الخلف على الامام. صافي كتحاولي تقطعي مقاد باش كيتعزل لك الخلف على الامام. وهكا كنكون سالينا الفصاله ديالنا ديال الخلف والامام. في مره كنفصلوهم، ما بقى لي دابا الا غنحيد الخلف باش ندخل التعديلات اللي غندخل على الامام، يعني العنق، كتاف، تركيز. عندي واحد 3 ديال التعديلات ضروريين خصني ندخلهم على الامام. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي السطر فين جاتني غتجيني الخدمه، يعني مزيانه، غادي داكشي مزيان. هكا خص تجي الخدمه، ما كتجيناش ما بين خط وخط، ولا كتجي الا كانت الزواقه مثلا ديال المعلم كيجي زواقه النص في السقلي والنص في الجهه ديال الحريره، ما كتجيش زوينه، كتبان الخدمه حوله. هكا باش كتجيك الخدمه زوينه، لا بالنسبه للرانده ولا بالنسبه للسفيفه. اي حاجه غتخدميها جوهره تفصليها بهذه الطريقه. صافي نقاد الثوب لان جوهره شويه صعيبه ما كتبغيش تقاد. جوهره ديال الحرير كتزلق. غادي نقاد، غنهبط هنايا في الكتاف بسنتيم، يعني التعديلات اللي دائما تنشارك معكم. بالنسبه للعنق راني هابطه بجوج سنتيم، غنزيد 7 باش تولي عندي 9. بالنسبه للتركيز في الوسط ديال التركيز غندخل بواحد سنتيم ونص، لان شويه الكليان ديالنا هنايا شويه قياس كبير. هنايا الكتاف غنهبط فيه بسنتيم، التركيز غندخل بواحد سنتيم ونص من الوسط. صافي وغنقطع. بالنسبه لاول مره كطلع القناه ديالي ما تنساونيش بالاشتراك في القناه وبارطاج مع الاصدقاء. وبالنسبه لرابط الصفحه نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، فضلا وليس امرا طبعا. بالنسبه للصدر هنا كنهبط بالفتحه اللي بغيت. هنايا فين كنحلوا الفتحه اللي غنخدموا بها، سواء السفيفه سواء الرانده. كنشوفوا الفتحه اللي غنخدموا بها غالبا ما كنديروا ما بين 38 40، وعلى حساب الاختيار ديال الكليانه، كل وحده وشحال كتبغي. كاين اللي كتبغي الفتحه هابطه على الحزن، كاين اللي كتبغي الفتحه طالعه شويه على الحزن. هنايا غندير ليها 40 في الفتحه. انا فتحت هي شويه لان انا غندير لها لي سياج. يا ضروري من الاحسن البياسه تكون غتخدم بالرانده ولا شي حاجه، خاص ضروري لي سياج باش ما كتجيكش صعيبه. الا جات عريضه ولا شي حاجه كتخدمي وانت مرتاحه. درت لها فتحه صغيره غير باش تلبس بسهوله، من بعد غنكمل ليها الهبطه. هانتوما كما كتشوفوا جايه الفتحه ديال الطوق في وسط سطر ديال جوهره، يعني جايه بالتساوي، جايه زوينه. صافي هنا ساينه. دابا غادي نخدموا الكمام. هذه اللي كيكون عندنا فيه مشكل ملي كنخدموا جوهره اللي ما فيهاش المنكب وتنبغيوها مسدوده، يعني الكم تيخرج لينا بالخراط. شحال من وحده كتقول لا ما بغيتش الخرطه، ولكن هي الا خدمتي لها بهذه الطريقه راه ما كتعرفش ابدا بان راه عندها خرطه، راه كتجيها مقاده. تنقولوا الخرطه اولا الخراط اولا الزياده. هنا غنحاول نقاد الثوب، بعدا عاد نبدا نحيد هاد اللي عندي هنايا زايد، نحيد هاد الزياده هادي هي الاولى باش نطوي الطويه اللي خاصني في الكمام. هذا هو الثوب اللي بقى لي وهو اللي خصني نخرج منه الكمام. هنا الثوب راه عندي على جوج، داك الطريف اللي خارج راه هو اللي خرج لنا ديال التركيز. هذاك هو الطرف اللي كان اللي المهم تيشط على التركيز، يعني هذا هو الطريف اللي بقى لينا هنايا في هذه الفصاله ديال الثوب على جوج تياكل شويه الثوب. ملي تيكون عندنا الامام مسدود ديال القميص الجوهرات تياكل لينا الثوب. صافي هنا غنقاد مزيان ونطوي. الا طويتو هكا، حنا لكم دائما تنفصلوه على 4. الا طويتو هكا بطبيعه الحال راه ضيق. بقى لي انا بقى لي تقريبا 20 ولا 18 ما كافيانيش، يعني ضروري من الزياده.
الا جاتك لكم هكا يعني ما تخلعيش، غادا تقاديه وغتجيك زياده بحال ما كايناش. صافي غنحاول نطوي القياس اللي خاصني. غنطوي بهذه الطريقه هذه، يعني ما كنطويش الثوب كامل، كنطوي ونعبر شنو شحال خاصني في العرض ديالكم. انا ناخذ التركيز باش ناخذ منه القياس اللي غادي يمكن لي نطوي. غنعبر الدوره ديال التركيز، داكشي اللي جاني فيها غادا نطوي في العرض ديالكم. يعني جاتني 30 نطوي 30. صافي حتى هنا خص تكون عندي 30. نقادو مزيان صافي باش نخدم مرتاحه. غناخذ الطول ديالكم، عندي 56 زائد 4 سنتيم. بالنسبه لهاد المسافه هذه عندي مطويه على 4، ولكن الاخرى عندي على 2، يعني خصني نكمل 2 طراف الاخرين اللي خاصيني تما. هذيك عندي غير على 2. ناخذ الطول ديالكم 56 زائد 4 هي 60. صافي غنطراسيها باش الثوب اللي غيبقى لي راه منو غنخرج الزياده لكم. صافي هنا الطول الكلي ديالكم. غنطراسي ونقطع. صافي هكا انا خديت الطول اللي خاصني في الكم. الطرف الاخر اللي بقى ليا هو اللي غنخرج منه الزياده اولا الخرطه. كما كتشوفوا هنا هاد البلاصه عندي هذه هي اللي خصني نعوض الجوج اللي خاصينها. هنا راه عندي على 4. صافي مزيان. الجهه الاخرى خصني الكماله ديالها. صافي هنايا خصني ندير زياده. بالنسبه للزياده كما كتشوفوا الا حطيتو بهذه الطريقه هذه غيجيني سامبل مع سامبل، غتجي الخياطه فيه باينه. ولكن انا باش تجيني ما خياطه باش تجيني الخياطه مزيانه ويجي خط بخط، غنحيد هذا السامبل اللي عندي هنايا في الطرف اللي غنزيد، لان محتاجه عندي السامبل، محتاجه الخط ديال السقلي هو اللي يجيني نازل على الخط سامبل. صافي غنحيد هذا ونخلي غير السنتيم اللي غيدخل ليا في الخياطه، لان الا درت الطرف سامبل مع الطرف سامبل غيجي ديفو في اللور ديالكم. اصلا الخرطه كنحاولوا نجيبوها في اللور ديالكم في الظهر. صافي هكا غيجيني الخط سامبل وخط فيه سقلي. داك السنتيم اللي فيه الحاشيه مع السنتيم اللي خليت كيدخلوا في الخياطه، وكيجي الخط نازل على الخط كتجي لاصقه. هكا غادي يجينا هذاك السنتيم كيدخل في الخياطه مع السنتيم الاخر. هكا الا لاحظتوا ما كتجيناش، ما يجيناش الديفو باين، يعني كتجينا جوهره كتبقى لينا راه غادا خط بخط، خط سامبل وخط سقلي. صافي نقادو مزيان باش ملي نقطعو ما نلقاوش مشكل. صافي هكا مزيان. دابا غادا ندوز نطراسي الكم ديالي عادي كما موالفين كنطراسيو الكمام. صافي دابا ولا عندي الثوب عادي غنطراسي كما موالفين. صافي بالنسبه للدوره ديال التركيز كما عبرتو معكم عندي 30، يعني غادا نطراسي نعاود نتاكد من القياس. عندي في الدوره عندي 30، كنحيد من هذيك السنتيم اللي خليت الخياطه كتبقى ليا 29. صافي غنهبط هنا غنهبط ب 13 سنتيم. صافي باش نعرف فين غنطراسي. صافي دابا كنخدم عادي، صافي كنتفادى ديك بان راه عندي زياده. صافي غنجيب السنتيم ديالي وغنشوف فين غطيح لي ديك 29 اللي عبرت في التركيز. نجي للراس ديالكم من الجهه ديال التركيز
بجهه الكتاف هكا، وكنمشي مائله لداك الخط ديال 13 فين ما طاحت لي 29 غنطراسيها. يعني عادي دابا كما كنخدموا الكمام دائما. غناخذ الخط مائل صافي. داك الخط تنقسمو على جوج، وتنعاود نقسم هاد المسافه على جوج، مسافه اخرى على جوج، يعني كيولي مقسوم عندنا على 4. الجهه العاليه طالعه كنطلع فيها بواحد ونص، الجهه الهابطه كنهبط فيها بواحد ونص، وكنمشي بهاد الطريقه هادي. يعني كندير التحريفه ديالكم صافي. بالنسبه كنشوف العرض ديال الراس ديالكم شحال ما كانت باغيه كليانه. عندي هنايا 18 صافي، كنطراسي 18. يعني كنديروا الخدمه ديالنا عاديه في الكم. بعد ما كنحط الطرف ديال الزياده كتقاديه صافي، كتخدمي عادي كما هما فين تنخدموا القاعده ديالكم. صافي دابا غادا ندوز نقطع. صافي بالنسبه للتركيز هو هذا. كنتاكد خصك تقاديه باش ما كيجيك فيه حتى ديفو، ما تجي حتى حاجه باينه. ضروري خصك يكون الطرف على الطرف صافي. وتنبدا التقطاع ديالي صافي هكا. غنكون فصلت لكم. صافي هاد المسافه هادي كنقسمها على جوج، كنجي للوسط كندخل بواحد سنتيم ونص اولا 2 سنتيم على حساب الفورمه ديال السيده. الا كانت شويه عامره راه ما كتدخليش بزاف. صافي نخدم المسطره اولا بيديك، وكتمشي بواحد الطريقه هكا. كندخل واحد شويه في وسط الكم باش ما كتجيناش ديك الكشكاشه اللي كدير لنا الديفو. صافي غنقطع داك الزايد. وهكا غنكون ساليت البصله ديالكم ديالي عادي، وفي نفس الوقت ما كنقولش ضاع ليا الثوب، وانما كنخرج لكم بواحد الطريقه اللي ما كتجينيش حتى الخرطه ما كتجينيش باينه. يعني دابا هنايا كلكم عنده الخرطه ديالو، كلكم هنايا عنده الزياده ديالو. وبطبيعه الحال هاد الخرطه كتجي في الظهر ديال القميص، واخا كتجي ما بايناش راه خصنا ضروري الخياطه كنديروها في الظهر ديال القميص. صافي هنايا ملي كنفكوا الكمام راه كلكم عنده الزياده ديالو. نحاول نركبها معكم باش تشوفوها. هكا كتخيط الخرطه على الكم. هذه وحده خيطناها على الكم. ملي كيتسلق لكم كيجي بهذه الطريقه هذا، يعني ما كيجيش باين خط بخط. انت خط بخط هذا راه غير بلي باري، وملي كتحدد هكا كتجي ما كتجيش كاع باينه الخرطه. خط بخط كيمشي. يعني تحلفي عليه الا ما كايناش كاع الزياده. ملي كيتحدد ويتخيط هنايا صافي كنطرقوها، كيدير ليه السوجي كدوز ليه الحديده وكتخدمي عادي صافي. والكم الاخر حتى هو بنفس الطريقه كنعاودو نلصقوا ليه الخرطه ديالو. دائما الخرطه كتركب من الجهه اللي كتكون عندنا مسرحه. انها الجهه هذه عندنا مقوسه هي، ولكن هذه خصها الكماله ديالها. الكماله ديالها هي ديك الخريطه اللي كتكون زايده، هي هذه الكماله ديالها هي هذه صافي. ملي كنحطوها هي اللي كتعطينا الكماله. هاد السنتيم وهاد السنتيم كيمشي لنا في الخياطه، كنديروا لهم هكا وتنخيطوا صافي بنفس الطريقه باش خدمنا لكم الاول. حتى لكم الثاني كيتخدم كيجي بهاد الطريقه هذه صافي. ديك الزياده ما كتجيناش كاع باينه. اللي سولوني على الخرطه
هذه هي الخلطه، وهذه هي الزياده اللي كنزيدو في الكم ملي كيكون عندنا ناقص، سواء في جوهره سواء في التوب سامبل. حاجه وحده كتقوليها للكليانه ديالك، اولا خلاص الا كان ديالك راه ديالك، ما كانش ديالك كتقولي الكليانه ديالك راه غيخرج بالزياده اولا راه غيخرج بالخرطه، باش ما كتلقاي حتى مشكل. بالنسبه للجوهره راك قلتيها لها كما قلتيها لها، راه ما تجيش باينه الا خدمتيه بهذه الطريقه. اما الا جاك هذا صافي، هانتوما ملي كتخدم كتجينا بهذه الطريقه، تخدم كيتخيط وكيتحدد هاكا ما جاياش باينه. الساك عاد ملي تخدم وتخيط وتحدد ما كتجيش باينه في مره، خط بخط كيمشي. هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى ان شاء الله تكون عمات الاستفاده، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بالنسبه لاول مره كيشوف القناه ديالي، ما تنساونيش من الاشتراك في القناه وبارطاج مع الاصدقاء، وبالنسبه اللي كيشوف الصفحه ديالي ما تنساونيش من الاشتراك في الصفحه وبارطاج مع الاصدقاء، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.